السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وألف خير. ربنا يرزقنا زيارة بيت الله الحرام عاجلا غير آجلا يا رب، اللهم امين. جات لي اسئلة كتير يا بنات في التعليقات بخصوص مية زمزم. إيه لو حابة تشتريها منين وبكام؟ ولو مش عاوزة تشتري برضو عاوزة تهدي حبايبك ماء زمزم لما ترجعي من العمرة بالسلامة، هقولك برضو على طريقة كويسة جدا وانا جربتها الصراحة من غير ما اشتري خالص ولا ادفع اي فلوس، ورضيت كل حبايبي. تابعي معايا الفيديو للنهاية ان شاء الله هتستفادي. بس قبل كده ما ابدأ الفيديو يلا بينا كده مع بعض نصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان الفيديو او المعلومات توصل لكل حبايبنا في الله اللي حابين يستفادوا. بص يا بنات، طبعا كلنا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم وعن فضلها. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم طعام طعم وشراب سقم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماء زمزم لما شرب لها، ففوائدها كتيرة جدا جدا جدا، وهي مية مباركة، ماء مبارك، فكلنا لازم نشرب منها وكلنا بنتمناها. اللهم ارزقنا كده شربة هنيئة من يد الحبيب صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم أمين يا رب. انت دلوقتي خلصت العمرة بتاعتك ورايحة للمطار. انا هتكلم دلوقتي يا بنات عن المية اللي هتشتريها بالفلوس. كل جواز بتبقى معاكي الجواز بتاعك وانت في المطار، بتروحي وليكي كرتونة كاملة بالجواز بتاعك بتاخديها. الازازة هناك او الكرتونة كاملة هناك ب8.5 ريال. الكلام ده يا بنات كان من حوالي 6 شهور، ب8.5 ريال. بتكتبي عليها الاسم ورقم تليفون وبتاخديها معاكي يعني بتبقى من ضمن الوزن تقريبا. انت ليكي كرتونة فيها بيكون فيها 10 ازايز، دي ب8.5 ريال. الكلام ده كان من حوالي 6 شهور. بتشتريها من كشك هناك داخل المطار، حاجة كده معمولة هناك جنب المطار. بتشتري الكرتونة هناك كاملة، دي لو انت حابة تشتري بالفلوس. وبالمناسبة برضو علشان في اسئلة كتير جات لي برضو بموضوع الزيارات، اللي بيكونوا طالعين زيارة لحد ملهمش للأسف ان هم ياخدوا مية زمزم وهم راجعين، ده قانون وهم ماشيين بيه هناك. فكانوا الناس حبايبنا هناك بيكونوا رايحين زيارة بيدوا المية لأي حد يكون طالع يعني تبع شركات السياحة وكده، مش طالع زيارة، فبيعدوها بس بيه بالمطار. فاحنا يعني احنا عدينا الصراحة، الناس كانت معانا وكان ممنوع ليهم ان هم ياخدوا مية زمزم معاهم يعني لبلادهم. فاحنا خدناها عديناها بس وهم اخدوها مننا بعد لما وصلنا. طيب دلوقتي انت مش عاوزه تشتري خالص ومش حابه ان انت تشتري ماء زمزم او من الفلوس او كده، يعني حابه توفري. هقولك دلوقتي طول فتره رحله العمره انت بتبقي ماشيه، حبايبك هناك كتير اللي بيعملوا صدقات هناك كتير بيوزعوا ميه. احتفظي بالازايز، احتفظي بالازاز اللي هتكون معاكي. جمعي 10 20 30 ازازه براحتك، جمعيهم، هم بتوعك، انت مش منقيهم من الارض ولا حاجه، هم نضاف ومتعقمين وكويسين. اشربي الازازه اللي هي الميه العاديه، بس هم بيوزعوا ميه عاديه مش ميه زمزم. لما بتكوني مثلا رايحه التنعيم او رايحه هنا او رايحه هنا، الناس كده هتلاقي حبايبك هناك كتير بيهادوا بازاز الميه. خدي كل ما تمشي خدي الازاز دي وجمعيها معاكي، املي شنطه كده كبيره زي ما احنا عملنا كده. احنا اصلا يعني الفكره جات لنا لان احنا كان معانا ازاز كتير، فاهمه ازاي؟ انا وزوجي واخويا واختي وكده، كل ما بنمشي احنا ما شاء الله عملنا كذا عمره، فكان كل ما بنمشي الخير هناك كتير ووزعوا علينا ازايز ميه كتير، وما كناش بنرميها، وكنا بنملى من الحرم ونروح نشرب ميه زمزم واحنا في الفندق. فاحنا قلنا خلاص كل واحد يجمع له مثلا حوالي 10 15 ازازه ويملاها من الحرم وياخدها معاه. ده الكلام ده في اخر يوم، فاهمه؟ في اخر يوم للعمره ليكي خالص عملنا كده. يعني انا مثلا جمعت 20 ازازه ومليتهم وخدتهم ليا، والدي هكذا، زوجي هكذا، اخويا هكذا، فاهمه ازاي؟ طبعا كل واحد ليه ولاده وليه حبايبه وليه عياله وكده، فعاوزين يشربهم يعني ميه زمزم. فوالله وفي ناس كمان بتطلبها مننا، يعني ما تنسونيش في ميه زمزم، فدي اقل حاجه انت هتهدي بيها. فهي هناك متوفره طبعا، زي ما بقولك على الفكره دي كويسه جدا جدا ومن غير فلوس. بس خلي بالك هي من وزن الشنطه، يعني انت بتحطيها بتفتحي لو الشنطه بتاعتك اللي هي بعجل، بتفتحي السوسته اللي هي الداخليه اللي هي من الداخل من تحت، بتفتحيها، واحنا ملينا الازاز وحطيناها من تحت،
فتحنا السوسته كده ودخلنا الازايز فيها وقفلنا السوسته تاني وحطينا رصه الهدوم تاني. بس دي من وزن الشنط، من الوزن نفسه، فاهمه ازاي؟ عشان تخلي بالك، لان احنا كنا راجعين كانت الشنط فاضيه معانا، لان احنا كنا واخدين اكل ما شاء الله كتير، فالاكل خلص هناك، فبقولنا بدل ما نرجع بالشنط فاضيه ملينا بقى الازايز دي. فالفكره دي يا بنات حلوه جدا 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 للي عاوز يوفر وعاوز برضو في نفس الوقت يهدي حبايبه. ميه زمزم. فانا قلت ما بخلش عليكم بالمعلومات دي واقولها لكم. دلوقتي يا بنات انت فين هنا يا مراوضه؟ احنا هنا كنا يا بنات في باب عفوا في باب 32. باب 32 للي ملحقش زي حالاتي كده، والله كل ما بفتكر يا ولاد بزعل. اللي ملحقش يدخل من باب 32، من اللي ملحقش يدخل من باب 37 اللي هو باب الروضه العمومي، بيدخلونا كده، بيفتحوا الباب ده من بعد صلاه العشاء وبعد صلاه الفجر، على اساس يعني انت هتدخلي تشوفي برضو. بس بصي انا مصوره لكم كده الجزء ده، ما كانش في حاجه ظاهره طبعا مع كتر الزحام ده. بص ده انا رافعه التليفون لحد السقف، انا نفسي اشوف اي حاجه. انا قلت يعني اشوف اي حاجه من جوه، لو انا مش عارفه اشوف من الزحام، فاهمه ازاي؟ ما عرفتش اشوف حاجه. يعني كان ده بيت النبي بس من الظهر بتاعه من ورا. فنصيحة مني ومن أي حد طالع ما تنسوش تحجزوا في الروضة الشريفة. طبعا مش عايزة أقولك يعني البكاء اللي أنا بكيته والزعل اللي أنا زعلته إن أنا خلاص بيت النبي قدامي ومشددين جدا جدا وبيعاملوا الناس بطريقة وحشة. والله يا بنات يعني بصي كانوا حتى بيقولوا اللي هم اللي بيكون معاه حد معاق أو حد كده بيدخل وعادي انت شايفها قدامك. يعني احنا مش بنمثل ان هي معاقة ولا حاجة. كانت معايا اختي ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض يا رب. ايديها ورجليهم ايديها ورجليها فيهم مشكلة، يعني اعاقة يعني. خدناها وقلت لهم ما هي فيها يعني دخلوها، ما فيش، ما رضيوش. وبعد ما وصلنا والله يعني ربنا يهدينا، انا كمان قعدت انفعلت على بره بره بره. قلت له ايه بره؟ انت بتطردنا من بيتك يعني؟ بره ايه؟ كلموا الناس بطريقة كويسة. فربنا يهدينا ويهدي انفسنا. برضو انا حكيت الموقف ده يا بنات وانا يعني طبعا مش مبسوطه وانا بحكيه، بس عاوزه اقولك ان هم مشددين جدا. فلو انت ما حجزتيش هتبقي زعلانه زي كده. فانا مش حباكي تكوني زعلانه وان انت توصلي عند يعني النبي صلى الله عليه وسلم وما تدخلوش. يعني حاجه صعبه جدا جدا، اسالوا مجرب. فانا ما كنتش اعرف والله. ان شاء الله باذن الله لما ربنا يكتبها لي تاني اول حاجه اعملها ان انا احجز الروضه عشان ادخل عند النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المكان المفضل ليا ان انا بقعد بره عند المأذنه كده وعند القبر بتاعه يعني من بره، وبفضل اعيط بقى وببكي وبشتكي وبتكلم معاه وبحكي. يعني ربنا يكتبها لنا تاني وتالت ومرارا وتكرارا يا رب، اللهم امين. فنصيحه ليا احجزوا الروضه الشريفه قبل ما تسافروا. طبعا الحجز بيبقى على برنامج نسك بالنت، بتحملي التطبيق ده وبتدخلي بالبيانات بتاعتك. لو الباسبور معاكي جاهز والورق بتاعك جاهز بتكتبي البيانات، بتمشي تبع الخطوات اللي هيقولك عليها. يا ريتني كنت عرفت الكلام ده قبل ما اسافر. بس يلا كل شيء نصيب، وانا عاشمي في ربنا كبير ان ربنا هيكتبها لنا تاني ويكتبها لي تاني، ونكون كده مع صحبة طيبة، وكون أمي معايا المرة دي وأبويا وحبايبي كلهم. ربنا يا رب يديمنا نعمة في حياة بعض وما يحرمنيش منهم يا رب، اللهم أمين. دي بالنسبة لمية زمزم. بالنسبة للروضة الشريفة فبرضو في سؤال تاني جالي في التعليقات بخصوص الريالات، ليكي قد ايه؟ كل باسبور يا بنات ليه 2000 ريال بتغيريهم. شوفي بقى ال2000 الريال دلوقتي بقوا بكام مصري يعني. ليكي 2000 ريال بتروحي البنك، اي بنك بتحجزي هناك، بتروحي قبلها بيومين علشان مثلا هياخدوا منك الباسبور هيصوروه وهياخدوا منك الجواز يعني والتأشيرة والحاجات دي، وليكي 2000 ريال بس بتبدليهم. بتروحي قبلها بيوم، خلال 48 ساعة بتروحي تاني تجيبي الريالات، يعني مش بتاخديها في نفس اليوم. فخلي بالك من النقطة دي ان انت تروحي قبلها عشان ما تأخريش موعد تغيير الريالات يعني او تغيير العملة وتروحي يوميها او تروحي قبلها بيوم. لا، غيري من قبلها وخلي الفلوس معاكي اضمن لك. وبالنسبه للباصات ناس كتير بتكتب لي في التعليقات، ده بس سؤال مني لحبايبي اللي هيكملوا الفيديو معايا لحد دلوقتي. في اخواتكم كتير بيسالوا في التعليقات هي الباصات بقت بفلوس ولا بقت مجانا؟ انا طبعا مش في مكه عشان افيدك في الموضوع ده، بس على حد علمي ان الباصات اللي هي ممكن يعني والله اعلم اللي هي كانت بتودي مسجد التنعيم هي دي اللي بقت بفلوس.
لان الصراحه ما شاء الله الاتوبيسات دي اللي من القاهره هيفهم كلامي، زي مترو الانفاق كده، حاجه نظيفه جدا. فحتى لو دي بقت بفلوس اكيد هتبقى بحاجات رمزيه مدعمه يعني. فانما الاتوبيسات التانية متهيألي ان هي بتكون مجانا، لان دي تبع الفندق هو اللي بيوفرها، فليه هيدفع اصلا الناس؟ ما انت لو هتدفعي في الاتوبيسات دي اللي هي بتوديك الحرم وتجيبك، انت مش هتسكني عندهم، فاهمه ازاي؟ او مش هتختاري الفندق ده احنا اخترناه، او ان احنا مثلا هي الشركه اللي اختارته، شركه السياحه اللي احنا طالعين معاها، بس لان هما اختاروه على بناء يعني على ان هو موفر اتوبيسات هتودينا الحرم وهتجيبنا تاني مجانا. انما لو هندفع فيه فلوس اكيد كنا اخترنا مكان قريب من الحرم من غير ما ندفع تاني فلوس. فالله اعلم برضو اللي هي ممكن تكون الباصات اللي رايحة التنعيم، لان الناس كتير اختلط عليها الامر. واللي لسه راجع من العمرة يقول لنا في التعليقات لو كان ساكن بعيد عن الحرم بيدفع فلوس للاتوبيسات دي ولا لا. انما والله اعلم ممكن تكون الباصات اللي هناك، وممكن اكيد تكون بمبالغ رمزيه، لان زي ما بقولكوا ما شاء الله الاتوبيسات دي مكيفه وفيها البرنامج اللي بيتكلم ده يقولك انتي في المكان الفلاني وباقي كذا ومحطه كذا. فده بصراحه نضيف جدا جدا يعني. والله اعلم، واللي راح ورجع يكتب لنا في التعليقات يفيد غيره. فاهمين؟ احنا هنا الغرض كله من الفيديو او الغرض كله من القناة اني نفيد بعض، واللي عنده معلومة يوصلها لغيره، وله الاجر ان شاء الله، الدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويا ريت يا ريت بعد اذن حضراتكم اللي محطش اللايك يحط اللايك، وربنا يديمكم نعمة في حياتي. وبشكركم جدا 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 على وقوفكم معايا وكلامكم الجميل اللي بتكتبوا لي تحت في التعليقات. انا بقرا كل التعليقات، ربنا ما يحرمنيش منكم يا رب.